ونبدأ بالمولد النبوي الشريف، وده بيكون طبعا في شهر ربيع الأول من كل سنة، وبيتم الاحتفال بالمولد بطرق وأشكال مختلفة. تعالوا نعرف تفاصيل الاحتفالات دي كانت عاملة ازاي. كانت كل مهنة من البلد تطلع عربية، خلاص، عربية كار ويشدها حصان ويمارس المهنة بتاعته على البتاع، النساج، الجزمجي، مثل الحلاق، النجار، المنجد، الخياط. فلاحين تمثل انها بتحمل، والتابوت دايره والطنبوشه بتطلع ميه، كل دي كان بيلف في الزف. ويجوا اخر النهار في الماده بتاعت الزناجله ناس تودي، اللي مودي الحجر رز معمر، اللي مودي تسبيه. واخر النهار بقى يوم الزفه، بقى سابع يوم مولد النبي الزفه دي تلف البلد. وكان برضو الناس الاول بيعملوا اذكار ونعمل ذكر الله حي الله حي مش عارف ايه، ده احتفالا بقدوم مولد النبي عليه الصلاه والسلام. فيطلعوا الفلاحين بقى الجماعه اللي حوالين الذكر ده، يجيبوا لبن يسخنوه لبن بالسكر وبتاع مش عارف، ويفرقوا كل واحد كوبايه كوبايه كوبايه، يقوم ننشط في موضوع الذكر، خدت بالك، لغايه 7 ايام نعمل ذكر احتفالا بالمولد. بعدين بقى نروح نتفقوا بقى على واحد مداح باللي يمدح الرسول عليه الصلاه والسلام، بيختم الليله بقى الكبيره ويسميها الليله الكبيره. وكان بالتحديد في الزناجله في حتتنا احنا، كان يجي بقى واحنا بقى ايه البلد كلها، ونقعد قدام سواء يعني راجل الشيخ من اللي هو بيمدحوا الرسول، او كان بتيجي واحده كمان بيستخدموها من محافظه كفر الشيخ اسمها نات شعبان، كانت تيجي تعمل الليله الكبيره ديت. وزي هنيات شعبان كانت بتيجي تمدح في الرسول، وفي اي عائله من العائلات الكبيره تجيبها تعمل تحتفل بمولد النبي.